بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وسعاده. جايه لكم بمفاجاه. هنوقفوا الشغلانه، ما عدناش هنشتغل علشان بصراحه الاسعار بقت ضرب نار يعني. الله يكون في عوننا بصراحه. ال- الجو بقى حر اصلا، والواحد ما عادش طايق نفسه، والاسعار رفعت خالص خالص. وان شاء الله انا هوقف شغل لو الاسعار استمرت على الرفع. يعني هي لو سبتت كده تمام، امال لو هتفضل كل شويه تبقى من حال لحال بصراحه هوقف. احنا مش عارفه اقول لكم ايه اصلا. يعني والله العظيم انا زعلانه عن نفسي. الفيديو ده اصلا كان من الجمعه اللي فاتت، انا بسجل لكم النهارده الجمعه دي. يعني هو اصلا بتاع الاسبوع اللي فات. هقول لكم الاسعار بتاعه الاسبوع اللي فات اللي انا جايباها. تمام، هي لسه زي ما هي. عايزه اقول لكم والله العظيم الاسعار غاليه جدا يعني. مش عارفه، ربنا يلطف بينا. يلا نبدأ في الأسعار علشان بصراحة هتتصدموا صدمة وحشة قوي. معانا الجلوهات كلها ب85 جنيه، من 70 وصلت 85 جنيه. يعني بيزودوا بالعشرة وبالعشرين وبيزودوا بالمية وبالميتين، يعني الله المستعان. فراولة مانجا كراميل كله 85 جنيه. الشوكولاتة جايباه ب95 جنيه. شايفين الأسعار عاملة ازاي؟ أنا بصراحة أنا في اليوم ده أنا كنت في كفر الشيخ بجيب حاجة، فقلت هعدي على المحل يعني اللي انا بجيب منه وكده، اجيب منه الحاجات اللي هي كانت ناقصاني. انا كان ناقصني بس نوتيلا ولوتس ونوتيلا وايت وصوص فراولة وصوص شوكولات وكده. الصوصات يعني عامة كلها اللي كانت ناقصاني، مع المحسن الجل، مع الشوكولاتة سما بني وابيض ولوتس. الشوكولاتة الاسعار بقى بتاعت السما بني عاملة 165. أبيض عاملة 170. لوتس عامل 150. المحسن الجل عامل 160. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أسعار الجلوهات كلها 85، والشوكولاتة لوحده بس هو اللي ب95، والمربى حليب ب165. عايزة اقول لكم بقى جبت من الحاجات الفرداني كلها. آه الباستري والتشيز كيك واللبن البودر والكاكاو كلهم ارباع. تمام، كل حاجة ربع ربع. جبت طبعا بقى الشوكولات شيبس والكريسبي والبسكوت والحاجات دي كلها 50 جنيه. 50 جنيه. البسكوت اللوتس 50، البسكوت الأوريو 50، الشوكولات شيبس الأبيض والبني 50. الكريسبي اللي هو الكبير والصغير برضو 50. لقيت البسكوت الأحمر ده برضو عنده محشي من جوه كده كريمة. عايزة اقول لكم كان طعمه تحفة قوي. احنا خلصناه، احنا اللي اكلناه بصراحة. الكيس كده ما شاء الله متغلف. برضو قلت له حط لي ب50 منه اجربه. ما شاء الله كان جميل. جبت من عنده بقى نص كيلو فادج. تمام، فادج كيك نص كيلو فادج، ونص كيلو ايس كريم بني وشوكليت. وجبت من عنده موس شوكليت برضو وفانيليا. وجبت من عنده اسمه ايه سي ام سي. وجبت سي ام سي ب50 جنيه. تمام. وجبت برضو من عنده الكب كيك. قلت هجربه كده هشوف هطلع منه اوردرات ولا لا. جبت منه نص كيلو شوكولاتة ونص كيلو فانيليا. عايز اقول لكم هو الانصاص بتاعت الحاجات دي كلها جمعها لي كلها كده مع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، مع الحاجات اللي هي الفرداني اللي هي ب50، وجمعهم لي كلهم مع بعض. بصراحة مش فاكرة، مش عارفة الأسعار بتاعتهم ايه، بس هم مش هيزيدوا عن 150 جنيه. يعني انا جايبه من كل حاجه نص نص، مش هيزيدوا. انا بصراحه مش فاكره، هو كتب لي ب75 باين الايس كريم حاجه زي كده بصراحه، عشان هو جمعهم لي كلهم مع بعض عشان ما قليش على الاسعار بصراحه. فجبت بقى الشوكولاته البني والشوكولاته حليب وشوكولاته سما برضو ب50. وجبت من عنده، لقيت عنده قطاعات جديده كده هو منزلها. انا القطاعات اللي عندي قطاعات بتقطع كده بس ملهاش السوسته اللي هي يعني انت بتيجي تقطعي وبتقومي متكيه على السوسته دي مطلعه الحرف. هبقى اوريها لكم وانا بشتغل في عجينه السكر ان شاء الله. جبتها من عنده ب170 جنيه. ما شاء الله القطه حلوه. انا مش عارفه هي غاليه ولا رخيصه علشان هو اصلا عنده الحاجات غاليه.
فما سألتش عليها بره، فانا لما لقيتها عنده ب170 جنيه فانا قلت هجيبها مع القطاعة التانية، فدي اصلا هتريحني اكتر. جبت من عنده بقى دقيق اسبونشي فانيليا ب100 جنيه، جايبة 2 كيلو ونص ب250. وجبت كيلو شوكولاتة ب120 جنيه. وجبت جبت كريمة ب500. هي الكريمة عندي ب460 جنيه، ب450 جنيه، بس انا قلت له حط ب50 جنيه كمان يبقى بال500. وجبت طبعا بقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت المكسرات، جايبة 2 كيلو مشكل. ال2 كيلو مشكل بيديني الكيلو على 850 جنيه. جبت 2 كيلو. وجبت طبعا مرقة الدجاج للبيت. وجبت علبة الفانيليا للشغل، جايبة علبة الفانيليا ب85 جنيه، كنت بجيبها ب75، ادهني ب85. وجبت من عنده علبة مرقة الدجاج ب50 جنيه. وجبت من عنده طبعا الكابتشينو بتاعي، مبشربش اللي هو بيديني العلبة ب75 جنيه، هي فيها 8، انا بجيبه فرداني اصلا ب10 جنيه، فهو مديهاني اقل من الفرداني 5 جنيه. فانا جبت علبة، وجبت طبعا بيكنج باودر عشان بحتاجه. مديني التلاتة ب20. ومديني الورق الحواوشي اللي احنا بنستخدمه تحت الترط في الغبز وكده، مديني دولت ب20 جنيه، مش عارفة هما كانوا 300 وحاجة جرام. ومديني العلبة، مديني الأطباق، مديني ال25، مديني ال10 ب25 جنيه، تمام. ومديني التاني ده الواحد ب3.5، واللي هو المثلث بتاع التشيز كيك مدوني ب2 جنيه ونص. ومديني اللي هي الأطباق الفل اللي هي البامبا دي، مديني دولت ب25 جنيه، كانوا مديهم لي ب12 جنيه ونص، كانوا 25 طبق. ومديني كيلو القواعد عامل 75 جنيه. ومديني العلب يعتبر علبة اللي هي مقاس 25 ب9 جنيه، ومقاس 30 ب10 جنيه. ومديني مقاس 35 في 35 ب12 جنيه، يعني 9 و10 و12. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اداني ايه تاني؟ ومديني بتوع العصيان اللي هي بتاعت الشيش، الواحدة ب15، مديني الاتنين ب30. واللي هي الزغنطوطة ديت فيها 1000 واحدة، العلبة فيها 1000، مداني ب40 جنيه. مش عارفة هي غالية ولا رخيصة بصراحة، فهو اداني ب40 جنيه. وطبعا عايزة اقول لكم والله العظيم انا كنت رايحة عشان بس اجيب الصوصات واجيب الشوكولاتة واللوتس وكده، وما كنتش ناويه اصلا ان انا اجيب حاجات خالص. انا عايزه اقول لكم الحاجات دي كلها بمبلغ وقدره. عايزه اقول لكم انا اصلا ما كنتش رايحه اجيب الحاجه دي، انا كنت اللي عايزه اروح اجيبه بس الصوصات والشوكولاته السما وكده. فقلت خلاص انا موجوده هناك، فاجيب حاجات اخليها عندي علشان خاطر برضو الله اعلم بالظروف، ايه اللي هيغلى او ايه اللي مش هيغلى او كده. وكمان داخلين على عيد، فقلت الحاجه تبقى موجوده عندي عشان ما انزلش تاني. عايزه اقول لكم كان عندي لبن بودر، وعندي باستري، وعندي مكسرات، وعندي بسكوتات. والله العظيم انا هوريكم كل حاجه. كان عندي حاجات في اكياس متعانه، يعني انا كنت عاينه كيس كان فيه حاجات كده. وعندي العلب اصلا، يعني العلب مليانه، يعني العلب اصلا ما كانتش فاضيه. عندي لوتس، وعندي بسكوت اوريو، وعندي كونو، وعندي بسكوت اوريو تاني كان في العلبه بتاعته، وبسكوت لوتس برضو كان في العلبه بتاعته. عايزه اقول لكم وكان عندي كريسبي، وعندي شوكولاتات، وعندي شوكولاته شوكولاته بيضه خام، وعندي شوكولاته اللي هي الحليب برضو، كان كل ده موجود عندي. عايزه اقول لكم هو انا بصيت لنفسي كده، هو ايه اللي خلاني اروح اجيب شغل تاني؟ لما انا كنت مشيت حالي الاول بالحاجات اللي عندي دي، وبعد كده ابقى اروح اجيب الشغل اللي انا عايزاه على دخلة العيد او حاجه لو انا وقفت شغل. بس قلت الحمد لله علشان انا معيش عربيه، فقلت الحمد لله يا رب ان انا جبت الحاجه دي وانا موجوده في كفر الشيخ. كمان ان انا اخد بريك، ان انا منزلش. قلت ان انا اخد بريك، ان انا مش كل شويه اروح كفر الشيخ، اصل ما بيني وما بين كفر الشيخ حوالي ساعه رايح وساعه جاي. فقلت لي كويس ان انا رحت جبت الحاجه دي، كده كده اخليها عندي، وهشوف لو عملت اصلا شغل للعيد وكده يبقى الحاجه اصلا ما اقفش على حاجه، ابقى كل حاجه موجوده عندي.
طبعا في عروض انا هنزلها ان شاء الله على طول. في ميني تورته، وفي تورت كده ب 270 جنيه و 250 جنيه، ما شاء الله تبقى جميله برضو. هوريها لكم واقول لكم كل حاجه فيها. انا عارفه ان انا بتاخر عليكم في الفيديوهات، بس ان شاء الله والله انزل لكم الفيديوهات على طول. هو اليومين دولت اصلا يعني عايزه اقول لكم، ربنا يعلم بالدنيا ماشيه عندي ازاي. بس الحمد لله الحمد لله، لما انا قعدت حوالي 15 يوم ما اشتغلش، ربنا كرمني بشويه شغل ورا بعض. نزلت الاول، رحت جبت الشغل بتاعي اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده بقى انطلب مني شغل تاني، انطلب مني تورت مستطيله هبقى اوريها لكم. عايزه اقول لكم التورت دي كانت سيمبل قوي، وكانت تحفه قوي قوي قوي. آه طبعا انطلب مني النهارده برضو، انا بسجل لكم يعني، انا وقفت التسجيل ورديت عليها وكده، طلبت مني تورتايه وكب كيك. هعمل بقى الكب كيك الجاهز ده معاكم ان شاء الله. و بس هي طلباها اصلا حوالي يوم 15 في الشهر او 14 في الشهر، يعني هي طلباهم من لسه قدامهم شويه. فان شاء الله برضو هحاول ان انا اصورهم، واشوف برضو اجهز معاكم الكب كيك الجاهز وكده، واظبط معاكم الدنيا باذن الله من غير مقاطعه. وما تنسونيش يا بنات في اللايك والاشتراك بتاعكم الحلو. ما شاء الله انا الفيديو بيوصل عندي مثلا المشاهدة بتاعته 500 و600، واشوف اللايكات الاقي 5 6 اللي عامليني، اللي في التعليقات برضو ما فيش تعليقات. انا الحمد لله حليت المشكلة بتاعت التعليقات، وان شاء الله هرد عليكم كلكم. اي حد ان شاء الله عايز يسألني عن حاجة، او عايز او واقف على اي حاجة، يخش يسألني، وانا ان شاء الله هرد عليكم كلكم. والله ما هسيب اي حد لما ارد عليه. ومش عايزه الناس تزعل مني ان انا ما ردتش عليهم في التعليقات اللي فاتت، عشان والله التعليقات كلها كانت واقفه عندي. واللي حلل المشكله دي زوجي العزيز، ربنا يبارك لي فيه يا رب ويهديه. حلل المشكله، قلت له في 1 2 3 عندي، ما شاء الله حلها لي وظبط لي الدنيا الحمد لله يا رب. كان عندي شغل كتير جدا، انا كان عندي كاكاو، وكان عندي باستري، وكان عندي تشيز كيك، وكان عندي كريسبي، وكان عندي بسكوت، وكان عندي برضو دقيق. كان عندي دقيق كان عندي دقيق فانيليا ودقيق شوكولاته. بس الحمد لله ان انا جبت الحاجه دي، عشان برضو ما اقفش على اي حاجه لو جالي شغل وكده. وانا لما جالي شغل واشتغلت الطرق المستطيله، عايزه اقول لكم ما وقفتش على اي حاجه، الحمد لله كان الشغل كله عندي، بس وقفت على حاجتين اتنين. هما ايه؟ القواعد اللي هي مقاس 40 في 30، وقفت عليهم عشان ما كانش عندي القواعد الطويله دي. فبعت زوجي ربنا يبارك لي فيه، انا بصوا كل ما بيرضى يعمل لي حاجه بقعد ادعي له دعوات من هنا للسنه الجايه، عشان بصراحه يعني فين وفين لما بيسمع الكلام. فين وفين لما بيسمع كلامي ويروح يجيب لي حاجه. وبصراحه ربنا يبارك لي فيه، يعني هو والله اكتر واحد مشجعني على الشغلانه دي، ومشجعني وواقف معايا جامد جدا. يعني ربنا يبارك لي فيه يا رب، ربنا يهديه ويخليهولي يا رب هو واولادي. هو رقم واحد في الشغلانه دي، هو اللي مخليني مستمره، هو اللي مخليني مستمر، وهو اللي يعني مخليني اشتغل، وهو اللي مشجعني. يعني انا عارفه، يعني انتوا عارفين لما باجي مثلا اقول خلاص لا انا ما عدتش هشتغل وهوقف شغل وكده، يقول لي لا انتي بقيتي في مكان حلو، الناس كلها بقت عارفاكي، الناس كلها بقت بتاخد منك انتي. فهو ما شاء الله عليه هو اللي مشجعني. فربنا يبارك لي فيه يا رب ويحميه لي، ويا رب كده اشوفه حاجه كويسه جدا جدا في شغله، وربنا يبارك لي فيه هو واولادي يا رب. يلا يا بنات اشوف وشكم على خير. الفيديو هيبدأ يخلص، ومع الف سلامه.